بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم؟ ايه الاخبار؟ النهارده يوم ولا احلى ولا اروع ولا اجمل من كده. الاهلي يقسو على المصري البورسعيدي باربع اهداف دون رد، في حالة طرد الباري المحمدي واضحة وصريحة. وكده كده من اول، يعني من قبل حالة الطرد والاهلي سايق الماتش. اسيستات ولا اروع، اهداف ولا اجمل. امام عاشور وبيعمل السهل الممتنع، اللعب بروقان، ورضا سليم في السليم على طول. ما فكر لهاش وانا هشوط في وسط الزحمه من بره، مش هشوط خلاص، واخد القرار. محمد هاني عالمي طبيعي. عبد القادر نازل يرسم ويفن، رايق، وتاو تاو 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 تاو، يحسن التصرف بالعقل. زو زو، لعبة محفوظة مفهومة فتمام. الحمد لله على سلامة كريم فؤاد من الإصابة. عودة بهدف ولا أروع بجد. عبد القادر عامل له الأسيست وهو مديله الوان التو بالأسيست. إيه ده؟ إيه الجمال ده؟ وش رجل اللي بقالنا زمن الزمن ما شفناهوش ده. إيه العظمة دي؟ بجد أداء النهاردة كان حلو. في بعض التحفظ على شوية حاجات بس، تمام قوي لحد كده، ده لطيف. بس فقلنا ان الاهلي كده كده كان سايق الماتش من قبل حالة الطرد. فمن وجهة نظري هو الطرد لما حصل طبعا اثر على فرقة المصري، خلى في تخبط، خلى في توهان. بس الحمد لله الاهلي استغل كل دوت، هوب، لزق على طول. بس كمان لو انت نايم مش متغطي كويس كده هتلاقي ديانج جه غطاك ومشي. يعني اليو ديانج، شكرا، كاسحة الغام، محدش بيقف قدامه. مية مية. والفترة الجاية هيبقى عندنا جبهة نارية نارية. جبهة مين؟ علي معلول، إمام عاشور، رضا سليم. لو كنا بنقول على جبهة رمضان صبحي وعلي معلول أقوى جبهة في مصر، دي هتبقى أقوى منها بكتير وبمراحل ومرحلة لقدام أوي 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 أوي. علشان التلاتة دول مع بعض لما ينسجموا كده أكتر وأكتر هنشوف رعب بجد. أي فرقة هتنزل ولا حد هيعرف يقف قدامهم ولا حد هيعرف يوقفهم. موديست ما يتحكمش عليه دلوقتي، ولا يعني مش دلوقتي اللي نقدر نقول موديست أدى ولا ما أداش ولا عمل ولا ما عملش. حتة بقى صغنونة كده للجمهور الجميل اللي بيبقى في الاستاد: أبوس إيديكم، بلاش قلة أدب وشتيمة. قلة الأدب دي والشتيمة بتعرض النادي لأن هو غرامة، بتعرض النادي إن هو يلعب من غير جمهور. فليه؟ ليه يعني نروح نهتف نستمتع الحاجات الجميلة العادية بتاعتنا كجمهور، نعمل بانر ونرفعه، انما شتيمة لا، ملهاش لازمة. المثل بيقول كل اناء ينضح بما فيه. فخلينا احنا اللي جوانا نضيف. المصري انا ما بحبوش زي اي اهلاوي ما بيحبوش زي كل الكلام دوت. وكلامي عن اي حاجة في المصري البورسعيدي بتكلم كفرقة كورة، بتكلم على الجمهور الكورة اللي ما بيفهمش، اللي بيطلع يشمت في موت، اللي بيطلع يقول حاجات عجيبة ملهاش أي 30 لازمة، اللي الجمهور اللي بيبقى حابب يعمل فتنة. أنا ده اللي أنا بكلمه وأوجه له أي نقد شديد. إنما الناس المحترمة اللي بتفهم أكيد ما بكلمهاش، علشان دول بيفهموا كورة وبيفهموا مشاعر وبيفهموا كل حاجة، فالكلام معاهم بيبقى بعقلانية. بس فدايما كده الاهلي في العالي، وسايق جماله ودلاله وكل حاجه. وبص على اللوحه، بص على اللوحه، النادي الاهلي نفسه مفتوحه. السيزون دوت ان شاء الله هيتلعب بشكل مميز جدا، انا متفائل خير. ربنا معانا كده، وفعلا السيزون دوت يخلص معانا بكوره. عايزين نلعب كوره، وحشتنا وحشتنا. لو على الفيسبوك فولو ولايك وكومنت، ولو على اليوتيوب برضو سبسكرايب ولايك وشير وفعل زر الجرس. وكل سنة وانتم طيبين. تصبحوا على خير.